أعزائي المشاهدين متابعين كرام إدريس، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. النادي الأهلي ليه سند لو كنت مش عارف يجيب مهاجم، كل ما يخش في صفقة مهاجم تفشل. تحس إن الإدارة ما عندهاش الرغبة إنها تجيب مهاجم صريح يليق بقيمة النادي الأهلي وبعظمة النادي الأهلي. يعني جميع الدوريات في العالم بدأت إلا الدوري المصري، مش عارفين هيبدأ امتى. مفيش حد يعرف امتى هيبدأ الدوري، في أي يوم ولا في أي ساعة، في شهر 9 ولا في شهر 10 ولا في شهر 11. الدوريات بتاعت العالم قربت تخلص. في يعني الدوري الإنجليزي تلعب منه 4 أسابيع لغاية دلوقتي، الدوري السعودي شغال والعراق، جميع الدوريات في العالم اتلعبت إلا الدوري المصري. تحس كده إن الاتحاد أو المقيمين على الدوري مش عارفين ينظموا البطولة، مش عارفين ياخدوا قرار بإمتى هيبدأ الدوري، أو مش عارفين يحطوا الجدول أصلا. لا رابطة الأندية ولا الاتحاد ولا الأعلى منيهم، يعني استهتار ما بعد استهتار. اتحاد فاشل واللي شغالين فيه كلهم فاشلين. النادي الأهلي كل يوم يطلع إنه هتعاقد مع المهاجم فلان، لا فشلت. يخش على المهاجم فلان، لا فشلت. النادي الأهلي أصلا مش هيجيب أي مهاجم، كله كلام كده حكاية المهاجمين. والإعلاميين اللي بيطلع بيقول لك تعاقد مع المهاجم فلان وتعاقد، كله كلام فاضي. يطلع بعد يوم أو بعد 2 كله كلام فاضي. ولسه آخر خبر نازل يقول لك الدوري السعودي خطف المهاجم اللي كان هيجيب النادي الأهلي. طبعا كله كلام فاضي. أصلا النادي الأهلي مش هيجيب مهاجم. احتمال إذا هيجيب مهاجم في شهر يناير، ده إذا كان هيجيب مهاجم. يعني النادي الأهلي مشترك في 5 بطولات، ال5 بطولات كلهم عارف مواعيدهم وتواريخهم واليوم اللي هتلعب فيه المباراة. يعني السوبر يوم 15 هتلعب في السعودية، ولسه البطولة الأفريقية بتاعت السوبر الأفريقي من 8 أندية تحدد اليوم اللي هيلعب فيه النادي الأهلي مع زامبي، مع مازيمبي. والدوري المصري لغاية الآن برضك لسه عارفين شو يحطوه، ما عارفينش امتى هيبدأ الدوري المصري، مش عارفين يعني يحطوا الجدول اللي هيبدأ فيه الدوري المصري. طبعا دي يدل على الاتحاد انه فاشل، على رابطة الأندية انها فاشلة. جميع الدوريات في العالم تلعب جمهور، اللي عندنا احنا في مصر ممنوع الجمهور. لغاية امتى الله أعلم، مع ان احنا أكبر جمهور في العالم وأكتر بلد بتحب الكورة مصر. لكن الاتحاد فاشل. أرجع وأقول برضك الاتحاد فاشل. تشتركوا متابعة واشتراك في القناة حتى تصلك كل جديد. والسلام ورحمة الله وبركاته.